السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لكم في رمضان مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. الإخوان الفيديو كنت غادي نديرو البارح وقع لي شي مشكل من الانترنت، داكشي علاش فالإخوان قلنا اللهم من أجل ماشي مشكل قبل من المباراة ديال المنتخب المغربي ضد المنتخب البرازيلي اللي غيتلعب غدا إن شاء الله يوم السبت. فالإخوان ما تنساوش تدعموا والتشجيع باش دائما نقعتكم جديد. فأول خبر كيف ما كتشوفوا أو نقولوا الحلقة ديال اليوم إن شاء الله كتعلق بالاداء ديال اللاعبين المنتخب الوطني المغربي، واش غيقدموا نفس الاداء اللي داروه في كاس العالم او قل، او نقولوا بعض اللاعبين المغاربه واش غيكونوا في نهارهم او لا، واش يقدروا يعطيو شي حاجه اللي هي خياليه في مباراه البرازيل. كل لاعب غادي نلخصوه. فكيف ما كنعرفوا الاخوان دائما كنبداو بالحراس المرمى. اول حارس عندنا دائما هو ياسين بونو. فكيف ما كنعرفوا ياسين بونو الاخوان اغلبيه الناس المغاربه كيقولوا، او من غير المغاربه الناس اللي مازال ما وعدش شويه على حساب كرة القدم كيف ما كتعرفوا، ماشي ما وعدش ولكن الناس مازال ما بغات تفهم الامور بجديه ديال ياسين بونو. ياسين بونو الاخوان كيعاني ماشي نفسيا في الفريق دابا كيف ما كنشوفوا ديالو في ازمه، بالخصوص الدفاع مقتول، الدفاع من اكفس الدفاع في الدوري الاسباني. فراه واحد المشكل كبير عايش فيه بونو. فالاخوان كيف ما كنشاهدوا ياسين بونو حاليا كيبقى حارس كبير. الاداء ديالو فوقاش غادي يبان ان شاء الله ملي غادي نلعبوا في مباراه البرازيل غتشوفوا شي حاجه اللي يبانلاش، لان اصلا حنا عندنا الدفاع زوين في المنتخب. نقولوا واخا تسجل لا قدر الله تسجل لنا شي اهداف ولكن ما غايكونوش بحال المباراه ديال اشبيليه. فالدفاع راه كيلعب دور كبير، الدفاع راه كيساعد الحارس بنسبه كبيره. فالحارس راه صحاب الكرام ما غايحبش 100% ماشي راه هو طارزان. ونقولوا افضل الحارس داز في تاريخ كره القدم راه داز ضروري شي عام منو كيعاني ضروري، بحال دابا عطاو غير إيكير كاسياس. إيكير كاسياس راه كان افضل حارس في العهد ديالنا حنايا، او نقولوا في الجيل ديالنا حنايا من ولاد 2001 الفوق من الالفينات من القرن العشرين. فالاخوان كيف ما كتشوفوا كاسياس براسو عانى واحد المده ملي كان ريال مدريد عندها الدفاع ضعيف، وكذلك مع اسبانيا. فكيف ما كتعرفوا حارس داز تاريخي وما دازش شي واحد بحالو. فالاخوان راه شي حاجه اللي هي خياليه اللي هو إيكير كاسياس. فالاخوان كنشوفوا دابا ياسين بونو كيبقى حارس كبير. ياسين بونو ماشي ضعيف لكن المشكل من الدفاع. انتم غنعطيكم غير مثال دابا مع المنتخب المغربي ملي كان المشكله دابا حنايا في اكراد كان عندنا مزراوي وسايس مصابين، كنبقى غير اشرف حكيمي ودخل داري دخل ليامي ودخلوا عطيك الله. واخا نقولوا ماشي نقولوا كانوا ضعافين بالنسبه لقلب الدفاع، ماشي كانوا ضعافين ولكن ما كانش عندهم داك المستوى اللي كان عندنا في اكرد وسايس. فتمايا كتعرف باللي ياسين بونو عانى. فالدفاع راه كيخطي بزاف، الدفاع راه كيساعد الحارس المرمى. فياسين بونو ان شاء الله غادي يكون مزيان في المباراه يوم الغد ان شاء الله اللي غنلعبوها مع البرازيل مع 10 الليل. فالاخوان كيف ما كنعرفوا اشرف حكيمي فان شاء الله غادي يلعب مزيان لان جاهز، واخا كان عنده مشكله عضليه لكن ما بقاتش مأثره فيه كيف ما كانت. راه كنتواصل مع وليد الدركراكي قال له راني غنكون جاهز 100% باش يشوفوا واش يقدر يعوضوا بلاعب اخر او لا. كاين عندنا نايف اكرد. كنشوفوا نايف اكرد الاخوان كان تصاب ملي كان لاعبين ضد، هو كيلعب مع فريق ويستنهام الانجليزي راكم عارفين، ملي كان لعب ضد تشيلسي فراه ما كانش لعب المباراه اللي موراها. فالاخوان دابا حاليا اللاعب ان شاء الله غيكون جاهز في المباراه، لان كيف ما كنشوفوا نايف اكرد راه مهم بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي 100%. دابا حاليا واخا نقولوا كاين التعويض لكن ما يكونش داك التعويض اللي بحال نايف اكرد. نايف اكرد راه واحد الدفاع اللي وراه بزاف. مشى عطيت الله فراه لقينا ما افضل الصراحه تقال، ما لقينا ما افضل وباقي صغير ومازال شاب وان شاء الله غيعطي المزيد للمنتخب الوطني المغربي. اما بالنسبه لسايس كذلك هو غادي بشي مستوى اللي هو كبير. سايس اغلبيه الناس كيقولوا واش غيعوضوا بشادي رياض او غادي يخليه. فشادي رياض الاخوان راه جابوا وليد الدركراكي. من غير شادي رياض اللاعبين كاع بصفه عامه اللي جابوا وليد الدركراكي باقيين شباب. لاش باش جابوهم وليد الدركراكي باش ينسجموا في ليكيب، ما جابهمش باش غيلعبهم رسميا، لان راه كيف ما كنعرفوا ما يمكنش يحيد اللاعبين الاخرين الرسميه ديالهم ويخلي ويوجد رسميا اللاعبين واحد اخرين. فالاخرين مازالين شباب. هادو دابا نقول بحال دابا سايس بحال دابا فيه 32 عام او 33 سنه. فالاخوان مازال غيعطي واحد العامين واحد اخر، او نقولوا واحد السنه واحد اخر يقدر يلعب معنا كاس افريقيا وموراها غادي يعطي
فرصه للاعبين واحد اخرين دابا بحال شادي رياض او كاع اللاعبين اللي جابوهم، فبلا ما نذكروا الاسماء ديالهم باش ما نطولوش عليكم الاخوان. كاين دابا ناصر مزراوي وكاين عطية الله في الظاهر ايسر لي اريال بونش. فالاخوان دابا ما عرفناش واش الدركراكي واش غادي يحط عطية الله او مزراوي. فانا كنقول غيخلي التشكيله الرسميه اللي لعبات كاس العالم هي نيت اللي غيلعب بها مع المنتخب البرازيلي. وراه كوضح غير من الهضره ديالو، قال باللي انا باغي نخلي ليكيب الاولى باش نلعب على الترتيب الفيفا. كيف ما كتعرفوا حنايا خصنا نتكلاساو الترتيبات، نقولوا الترتيب العاشر، وليد الكراكي ضروري خصو يربح هاد المباراه هادي. فالاخوان غالبا غادي يخلي ناصر مزراوي. كيف ما كنعرفوا عطية الله ماشي ضعيف، لكن المستوى ديال دابا كيف ما كنعرفوا ديال الوداد الرياضي البيضاوي كان ضعف مؤخرا، ما بقاش كيف كان. عطية الله كيف ما كنعرفوا ملي كيكون دابا مجموعه كامله ضعيفه فغالبا الا كان داك ليكيب شي ثلاثه اللاعبين حتى هما غيبانوا ضعاف، واخا ماشي ضعاف ولكن غيبانوا مع داك ليكيب ضعاف دائما. هذه راه حاجه باينه، ملي كيكون واحد الازمه عند واحد الفريق فبطبيعه الحال غيبانوا كلهم ضعاف. دابا بحال نعطيوها مثال بحال دابا ياسين بونو، بحال دابا ليفربول محمد صلاح دابا ماشي ضعيف وكيبان ضعيف. فانتما كتشوفوا الاخوان. كاين دابا ناصر مزراوي يقدر يعتمد عليه اساسي واخا تصاب، ولكن عنده الخبره على عطية الله. فديفونس ان شاء الله كله غادي يلعب جاهز 100%. ف ما نقدرش الاخوان نوضح لكم واش وليد الكراكي يقدر يعتمد على ناصر مزراوي عطية الله بنسبه 100%، ولكن نقول 70% غادي يلعب ناصر مزراوي. فهادشي اللي باين. كاين كنشوفوا الميليو تيران عندنا سليم املاح، عندنا كاسر، سفيان امرابط، وعندنا أناحي. فكيف ما كنعرفوا الاخوان بداو عز الدين أناحي اغلبيه الناس كيقولوا راه ما كيلعبش الرسمي وغيضيعوه، وما غيضيعش لان اللاعب مازال صغير، ماشي راه في السن ديال 28 سنه او 29 ولا 27 نقولوا. لاعب مازال يلاه 22 سنه، مازال غيعطي شي حاجه اللي خياليه ان شاء الله مستقبلا. وكاين بزاف ديال الفرق، راه العديد من الفرق طالبينه، ماشي غير مارسيليا الفرنسي واخا مشالو وسنا معاهم عامين. فالاخوان راه مازال غيعطي شي حاجه اللي راهبه ان شاء الله مستقبل المنتخب الوطني المغربي. فلا داعي للخوف، فلاعب غادي يعطي شي حاجه خياليه. فبلا ما نعاود نكررها غيلعب رسمي، وتا المنتخب الوطني المغربي غادي يوضح الفريق مارسيليا باللي هاد اللاعب يقدر يستحق يكون رسمي وما فوق. فكيف ما كنعرفوا راه ملي كيكون مع المنتخب الوطني المغربي راه كيبين شي مستوى اللي هو كبير. فالمنتخب الوطني المغربي راه بين بزاف ديال اللاعبين في المونديال، فهادشي علاش كتشوفوا بزاف ديال الصفقات طلبوا بعض اللاعبين، ولكن كيكون المشكله غا من الفرق، والفرق كيبقاو الاختيارات ديالهم. فهادشي اللي كاين. بحال دابا سفيان امرابط كنعرفوا حنا تبارك الله عليه لاعب كبير، لكن البارسا ما تفاهماتش مع فرونتينا الايطالي. فالعام الجاي ان شاء الله يا غادي يمشي لبرشلونه يا غادي يمشي لشي فريق اخر. المهم غادي ينتقل من الفريق الايطالي اللي هو فلورنتينا. الاخوان كنشوفوا دابا سالم املاح اللي كان تقريبا مورا قبل من المونديال كان دائما كيجلس في البونتوش، كوقع له مشكل مع الفرق ديالو، شهراي ما لعبش وكنوقع له واحد المشكل ديالو مع داك الفريق. لكن مور المونديال خداتو بلد الوالد، فحاليا راه كيلعب اغلبيه واخد رسمي ديالو. فاحسن حاجه وافضل حاجه هي هذه. فالاخوان ما عرفناش واش غيقدر وليد الكراكي يعوضو بعمران لوزه او غادي يخليه. داكشي كيبقى الاختيارات ديال المدرب، كيبقى الاختيارات ديال الناخب الوطني وليد الكراكي. ففي لاطاكون كيف ما كنعرفوا غيخليهم كاملين في الرسميه، بالخصوص سفيان بوفال اللي الناس كتشك واش غادي يحيدو او غادي يخليه. فغالبا غادي يخليه، فاذا كان غادي يحيدو وغادي يحدثوا لي في عوطو حتى كان ما غيعيطلوش بصفه عامه. علاش؟ لانه هو اصلا عيط له باش غيلعبو، باش غيعطيه فرصه اخرى. فاذا ما بينش غيلغيه. ولذا الكراكي راه عنده الربح الى لعبو وما بين والو، وعنده الربح كذلك الى لعب وبين، باش يوضح له، باش يوضح اصلا الامور لهذا اللاعب هذا، ونشوفوا هذا اللاعب واش يقدر مازال يعطي المزيد للمنتخب الوطني او لا. فهو بين الفشل ديالو، فنتمناو خير، نتمناو يبين ان شاء الله غدا شي حاجه اللي راهبه ويلعب مزيان. فهادشي اللي كاين، فاحنا ثايقين في هذا اللاعب هذا وما كرهناش يزيد ان شاء الله مع المنتخب الوطني المغربي. واخا كاين التعويضات ديالو ولكن هو مثبت على بعض اللاعبين ومازال عنده خبره عليهم.
يوسف نصيري خدا الرسميه ديالو فتبارك الله، ماشي مع المنتخب الوطني. المنتخب الوطني دائما واخد الرسميه، فمع اشبيليه مور قبل ملي كان وقع له ديك الاصابه ما كانش واخد الرسميه ديالو 100%. دابا الحمد لله خدا الرسميه 100%، ودابا كيلعب. ومن 2023 من شهر واحد من تما هو كيسجل شي اهداف اللي هي رهيبه. هو سجل قبل مور المونديال، سجل قبل، ولكن من 2023 شهر واحد راه سجل كاع من افضل الحراس، من افضل راس الحربه في العالم، او نقولوا من افضل الهدافين في العالم. بحال دابا ليفاندوفسكي، كاين عندنا بنزيما، كاين عندنا هالاند، وبزاف ديال راس الحربات. فيوسف نصيري هو اكثر تسجيلا اهداف مور المونديال. بالخصوص دابا كنشوفوا في الدور الاسباني حتى كان بدا بهذا المستوى هذا في الاول ديال الموسم، فتا كان راه فات ليفاندوفسكي، او نقولوا راه واخا نقولوا ما يفوتوش بعدا راه يكون متنافس معاه. فانتم كتشوفوا دابا راه مكلاسي هو الرابع في الدور الاسباني في ترتيبات الاهداف. فالاخوان لاعب غادي مزيان، ونتمنوا له غير التوفيق والتيسير، هادشي ما نقولوا. بالنسبه لحكيم زياش كيف ما كنعرفوا الاخوان، راه واخا ما كيلعبش رسمي في الفريق تشيلسي، راكم عارفين الازمه، وراه كنت هضرت عليها في واحد الفيديو. واخا هكاك راه كيعتمدوا عليه. بالنسبه للوالد الركراكي ماشي تشيلسي فوقع لهم معهم مشكل مع الاداره ديالهم، كذلك مع المدرب، ف راه غادي يلتقي في اقرب وقت. فبلا ما الاخوان نطولوا نقولوا المشكل اللي عندهم معاهم، فالاخوان والد الركراكي غادي يعتمد على نفس الرسميه، نفس اللاعبين اللي لعبوا الرسميه ديالهم في المونديال. فالحاجه الوحيده اللي مدخله لنا الشك هي اريير غوش، وكذلك في سليم امين اللي حاولوا يبدلوا مع عمران لوزا وسفيان بوفال. اغلبيه الناس كيدخلوا في الشك، ولكن غادي يلعبوا والد الركراكي رسمي في المنتخب ديال البرازيل. فحتى الا كان وقع لا قدر الله شي حاجه ربما يقدر يبدلوا بالزلزولي او بالزروري، فما كنظنش غيلعب الزلزولي والزروري، غيلعب سفيان بوفال. اما الناس اللي كتولى عبد الرزاق حمد الله فراه غادي يلعب، ما يمكنش غادي يحطوه في التشكيله ديال المنتخب الوطني وما غاديش يلعبوا. السن ديالو كبر، غايعطيه فرصه باش يشوف واش يقدر يزيد يستحق يلعب في المنتخب الوطني او لا. فإذا ما بين والو في هذه المباراة البرازيل وكذلك في مباراة بيرو، فغير المباراة البرازيل هي اللي غتعطيك البلان. فإلا ما بين حتى شي حاجة راه غادي يحتفوا ما غيخليش في اللائحة المنتخب الوطني المغربي. فهادشي اللي كاين الاخوان، فتحياتي لكم، ما تنساوش الدعم والتشجيع، فشكرا لكم بزاف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.